السلام عليكم. اليوم جبت لكم كيكة بطريقة جديدة، كيك بدون بيض، كيك بالمكسرات. كتجي رائعة هاد الكيك بزاف، وغتبقاو دائما عندكم معتمدة عندكم، وكتجي معلكة من الداخل، وكيك اللي كيجي رائع بزاف. وغنشكر لكم فيها ان شاء الله حتى تجربوها. بسم الله على بركة الله. غندوز معكم هنا بالمقادير والطريقة. اول حاجه غادي ناخذ هنا اناء اللي غادي ندير فيه هنا 3 المعالق كبارين ديال التمر. درت انا هنا التمر جاهز، نتوما بغيتو ديروا التمر يعني العادي ديروا التمر العادي. درت انا هنا التمر ديال الحلوى اللي كيكون هكا جاهز، معالق كبارين 3 كبارين. وغادي ندير هنا الحليب اللي يكون سخون، يعني الحليب يكون طايب يكون سخون مزيان. درت هنا في الاول كاس اونص. هذا هو البنات التمر اللي استعملت انا، التمر اللي كنصايبو به الحلوى. صافي هنا بعد ما زدت هنايا الحليب كما قلت لكم كاس اونص. وغادي ناخذ هنا الميكسور الكهربائي من الاحسن، يعني الضراب اليدوي ما غيساعدنيش باش كيتجانس لي هكا الحليب مع التمر. صافي هنا بعد ما غنطحنو هنا مزيان غادي نزيد هنا نص كاس اخر ديال الحليب، يعني في المجموع 2 كيسان ديال الحليب. صافي كنطحنو هكا مزيان حتى كيتجانس لي مزيان هاد التمر مع الحليب بهذه الطريقه. ولا تقدروا ديروه ثاني في الخلاط الكهربائي اللي كنديروا به العصير. صافي هنا بعد ما طحنته هنا مزيان غادي نزيد لك نص كاس الاخر اللي قلت لكم. انا دائما هنا كنعبر معكم دائما هنا بالكاس ديال العنبه، القياس كناخذ دائما بالكاس ديال العنبه. صافي هنا بعد ما طحنته مزيان غادي نزيد هنا كاس ديال الزيت يكون معامرش. صافي كناخذ هنا في هذه المرحله هنا الضراب اليدوي بهذه الطريقه. وزدت هنا نص معلقه ديال القرفه صغيره وراس معلقه صغيره ديال القرنفل، شويه ديال الملحه، ودرت هنا معلقه كبيره ديال المزهر. القرفه وقرنفل ومزهر يعني كتعرفوا كيتواتى مع التمر، كيعطي واحد المذاق زوين بزاف لهاد الكيك. صافي انا بعد ما خلطتهم هنا مزيان غادي نزيد هنا كاس اونص ديال الدقيق، يعني الدقيق ديال الحلويات. وخديت هنا 2 خميره ديال الحلوى اللي كتوزن 8 غرام في الوحده، يعني المجموع 16 غرام. كما كتلاحظوا درت هنا غير كاس في الاول، وفي الاخر عاود زدت هنا نص كاس. صافي وزدت هنايا الخميره، كنعاود نخلط هنا كلشي هنا مزيان باش ما كيبقاش هذاك الدقيق مجموع. وخديت هنايا شويه هنا ديال الكركاع اللي هكا هاشيتو شويه، تقريبا هكاك واحد نص كاس تقريبا ديال الكركاع. صافي خديت هنايا مولي دهنته مزيان بالزبده ورشيته بالدقيق. صافي كنقاد الكيك بهذه الطريقه.
وغادي نزيد هنا الكركاع من الفوق. صافي ضروري هكا ما كنخبطو هكا المول بهذه الطريقه باش كتجينا الكيك هكا مقاده، وكنرش هنا بالكركاع من الفوق. صافي وغادي ندخلها هنا الفران على درجه الحراره 150. كنشعل عليها غير الماء لتحت حتى كطيب على خاطرها، كتبان لينا هكا تحمرات من الجناب. عاد كنشعل عليها من الفوق، وما تغفلوش عليها لان الفوق الكركاع دغيا كيتحمر، يعني ما تغفلوش عليها. صافي انا بعد ما خرجتها هنا خليتها حتى بردات تماما، تخليوها حتى تبرد. صافي وزينت انا هنا بصوص الكراميل، زينتها هكا على الشكل هذا، درت لها هكا خطوط. صافي انا بعد ما كملتها، يعني هنا البنات كيبقى تزين على حسب نتوما وكيفاش حبيتو تزينوا، ولكن كيتواتى بزاف الكراميل مع التمر، كتجي رائعه بزاف هاد الكيك. نتمنى ان شاء الله تجربوها. انا هنا غنقطع لكم باش تشوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي من الداخل. كتجي واحد الكيك كتجي هشيشه بزاف، وفي نفس الوقت كتجينا معلكه وما فيهاش البيض، يعني بحال بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش هكا البيض، ما كيحبوش هكا البيض ياكلوه في الكيك. انا هنا كنقطع معكم وعرفتي طالع منها البنات واحد الرويحه زوينه ديال القرنفل والقرفه، عطيها واحد الرويحه زوينه بزاف. وشوفوا لي البنات الكيك اللي حضرت معكم، شوفوا كيفاش كتجي الشكل ديالها، كتجي واحد الكيك رائع بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوها، غادي تعجبكم بزاف بزاف. انا حطيتها في تيك توك، يعني بزاف البنات عجبتهم، كتجي هشيشه بزاف. ونتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تعجبكم. كنقول لكم شكرا، وما تنسونيش من اللايك والبارطاج باش يوصلكم دائما كل جديد ديالي.